اهلا بيكم في ثالث حلقه من استعدادات كاس العالم حديث الارض مونديال قطر 2022، الدوله الاولى في الشرق الاوسط للحصول على بطوله كاس العالم استضافتها في الاراضي العربيه. تحيه طيبه لكل حكام قطر على هذا الانجاز المشهود لاول مره. لكن هنتكلم على قطر ومباراتها الاولى امام منتخب الاكوادور، صعب المنال الفوز عليه باي نتيجه، لكن تداول الاخبار الماضيه وعلى صحيفه ماركا الاسبانيه بتؤكد خبر ان قطر تقدمت بشكل رسمي في رشوه 8 لاعبين بقيمه اللاعب الواحد 7 مليون و400 الف دولار للفوز بالمباراه الاولى الافتتاحيه في كاس العالم امام العالم. هل الخبر ده هيكون مؤكد وان الاكوادور هتوافق، خصوصا ما عندهاش اي ثروات سواء على التجاره او الصناعه او حتى على مجال البترول، انه توافق على العرض ده اللي احنا هنشوفه يوم 20 نوفمبر. لكن اهم من ده كله اشوف تعليقاتكم في الكومنتات، هل قطر ممكن تاخذ الخطوه دي لما كان في بعض الشكوك نوعا ما في استضافه كاس العالم في الحصول على الملف الكبير عشان يكون حديث العالم بالفعل؟ ده اللي احنا هنشوفه يوم 20 نوفمبر يوم الاحد القادم بعد ساعات قليله. لو الحلقه دي عجبتكم ما تنساش تنزل تحت تشترك في القناه وتعمل لايك. كان معاكم شريف نزيه، التحليل مع كوتش. سلام.